يلا بينا نعمل كبدة اسكندراني، بجد حكاية حكاية حكاية، مع بقى عيش وطحينة ومخلل، وبجد خطيرة سهلة وسريعة ومش هتاخد منك أي وقت. هنحتاج الكبدة بتاعتنا متقطعة صغير جدا، فلفل برضو متقطع صغير قوي، لو بتحبي الحراق حطي حراق، توم وفلفل عشان ندقه مع التوم، وليمون. مش هنحتاج أكتر من كده. الكبدة ما فيهاش أي افتكاسة. هنجيب الهوم بتاعنا وندق التوم مع الفلفل، ونحط قرن فلفل صغير كده حراق عشان انا بحب الحراق، وهندقهم كويس قوي قوي مع بعض بالشكل ده. اول ما يتدقوا بقى خالص ويتفرموا قوي قوي ناعم مع بعض، هنحط رشة ملح صغيرة، او لو عايز تحطيها من الاول عشان تساعدك في الدق مفيش مشكلة. وكده بقى التوم جاهز معانا. هنحط بقى ووك على النار ونحط فيه زيت كتير، واسمعوا بقى الصوت اللي لازم نسمعه، بجد ده الصوت اللي لازم نسمعه واحنا بننزل التوم في الزيت. لازم الزيت يكون سخن جدا 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 عشان الكبدة ما تنزلش ميتها بالشكل ده. خدنا بس حبة صغيرة من التوم، ما خدناهمش كلهم. ونقلب كويس قوي بالشكل ده، ما نقلبش كتير، اوعوا تقلبوا الكبدة كتير، هي بس تقليبة كده خدت وش من تحت نقلبها. هنحط بقى الكمون والكزبرة، ولو عايزين فلفل اسود حطوا، بس هي ما بتحطلهاش فلفل اسود. تمام، مش هنقلب كتير خالص، هنسيبها بس تعيش مع نفسها. هنحط بقى حتة كمان من التوم الني اللي احنا كنا عاملينه، ونقلبهم فيها، بيديها بقى طعم حكاية. هنسيبها شوية، وأول ما خلاص تاخد لون هننزل بقى بالفلفل الرومي اللي احنا قطعناه كتير قوي. كتروا فلفل على قد ما تقدروا، لو بتحبوا الفلفل الحراق حطوا فلفل حراق. بس كده خلاص، مش هنقلب كتير تاني، الموضوع انتهى. هنحط بقى ايه؟ الليمون المعصور، واهم حاجة في الكبدة الليمون طبعا بعد الملح، عشان احنا مكناش حاطينها ملح، والملح بيتحط في الاخر عشان الكبدة تستوي بالشكل ده. هنحط بقى الليمون بتاعنا، عصير حوالي عصير ليمونتين تلاتة، ونحطهم على الكبدة، وكده خلاص الكبدة استوت، مش محتاجة اي حاجة خالص. بصوا بقى شكلها تبقى عاملة ازاي، تجوع بجد، شكلها يجوع وخطيرة. يلا بقى بينا هنشيلها ونجيب بقى الطحينة عشان نعملها. الطحينة طبعا طريقتها سهلة قوي. هنجيب طحينة نحط عليها الدقة، الدقة دي بنبقى عاملينها في البيت جاهزة، ماما على طول بتعملها لنا. ونحط عليهم المية، ونقلب كويس قوي قوي قوي، ولو احتاجنا ميه تاني نزود لحد ما نوصل للقوام الحلو قوي لسلطه الطحينه. بس كده. طريقه الدقه هتلاقوها عند ماما طبعا. بس كده انا طحينتي جاهزه وكله بقى تمام. هنجيب بقى عيش، خلونا نقدم الاول الطحينه. هنحطها كده في طبق حلو قوي، عليها شويه شطه خطيره، ونحطها بقى مع ليمون مخلل. الله، والكبده بتاعتنا بجد فظيعه فظيعه فظيعه. نجيب العيش البلدي، نعمل بقى سندوتشاتنا. نحط الكبده بالشكل ده ومعاها سلطه الطحينه. بجد حكايه 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 وهميه، بجد لازم تجربوا الطريقه دي، سهله سريعه ما فيهاش اي افتكاسه خالص. انا بعشق السندوتشات دي، وبعشق اكل الكبده بالسندوتشات بس. فجربوا الطريقه هتعجبكم قوي. شكل الكبده حكايه. اهم حاجه في الكبده ان الزيت اللي هتنزل فيه لازم يبقى سخن قوي عشان ما تنشفش، تنزل ميتها وتنشف. بس كده. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله، وكان لازم تجربوا الوصفه دي وتقولي رايكم فيها. باي باي.